السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نشارك معكم هذا الفيديو صراحه اللي كان شيق بزاف، وكنشكر الناس اللي صيفطوا لي في الخاص. امتى نحط لهم هذا الفيديو ديال البسطيله صراحه اللي كتجي زوينه وسهله. وبالنسبه لهذا الفيديو ديال اليوم كنتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم وتتبعوا ان شاء الله من اول بدايه، وكنشكركم بزاف بزاف. ودابا غادي نشارك معكم طريقه التحضير. وهنا اول حاجه غادي نبداو بها هي الانواع ديال الحوت. بعد ما كنغسلوهم كنخليهم في الصفايه على ما كيتسقطروا مزيان، وديك الساعه غادي نخدموا بطريقه اللي سهله. هنا عندي ميرنا لان عندي صغيره غير فورتها. من بعد فاش غادي تفور ليا ميرنا غادي نخليها حتى تبرد وغنحيد منها الشوك. وهنا غادي نحتاجوا القمرون وغادي نحتاجوا الحوت الابيض. غادي نصوب ليهم شرموله وغادي نديرهم في الفران. وبالنسبه للكالامار هو اللي غادي نديرو في المقله وغادي نشحرو فوق البوطه. الساعه غادي نخليه يتصفى غير باش ما تجيناش البسطيله يعني فيها الماء ديال الكالامار. هذا هو اللي كاين. وبالنسبه للتوابل اللي غنوريكم دابا الصراحه كتجي في الحوت فتي بزاف وكيجي المذاق يا سلام. وهنا غنخليكم مع الفيديو. هنا عندي شعريه الصينيه، درت 6 الباكيات صغار ودرت لهم ما طيب وصفيتها مزيان. هنا عندي الكالامار اللي قطعته رقيق، وعندي ميرنا اللي فورتها، وهنا كنحتاجوا الفطر الاسود، وعندي الحوت الابيض. وهنا غادي نوريكم التوابل اللي خدمت بهم هاد البسطيله. كنحتاجوا القزبر معدنوس، وعندي دروس ديال الثومه. كتاخذوا 6 الحبات ديال الدروس ديال الثومه. عندنا شويه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال التحميره. وكنحتاجوا معلقه كبيره ديال الكمون. يعني كل حاجه كناخذوا منها معلقه كبيره لان عندي 3 ديال البسطيلات. وكنحتاجوا معلقه كبيره ديال الخرق معرق. بالنسبه الا كانت عندكم كميه كثيره كتاخذوا القياس اللي بغيتو ديال التوابل. هنا غادي نحتاجوا 3 المعالق كبار ديال العطريه خاصه بالحوت ديال البسطيله. كناخذوا 3 معالق كبار. بالنسبه لهاد البسطيله راه كتجي زوينه بزاف، وما نكذبش عليكم ملي ذاقها حمقاتو. بالنسبه للمذاق جا زوين بزاف بزاف. هنا كناخذوا عصير حامضه. بعد ما ضفت العصير ديال الحامض كناخذوا 2 معالق كبار ديال الحامض مصير. كناخذوا غير البابه ديالته، اولا كتاخذوا اللي ما بغاش محمضه بزاف كيضيف غير معلقه كبيره على حسب الاختيار ديالكم. من بعد فاش ضفت هاد التوابل كناخذوا الهريسه. كناخذوا معلقه كبيره ديال الهريسه، وكناخذوا زيت الزيتون. كناخذوا القياس اللي غادي نخدموا به. فاش كنضيفوا القياس ديال الزيت، هنا بعد ما ضفت زيت الزيتون كناخذوا لاصوص ديال الصوجا. كناخذ تقريبا 4 المعالق كبار. بالنسبه للاصوص ديال الصوجا لانها راه كتعطي واحد المذاق زوين بزاف، ضروري خصها تدار في البسطيله ديال الحوت. هنا كناخذوا 2 ضمات ديال الزعفران، اولا كتاخذوا 3 على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب المذاق اللي بغيتوا نتوما. وهنا غادي ناخذوا مطيشه الحك. كتاخذوا حك صغير ديال المطيشه صافي، وكتضيفوا حتى هو. انا كلشي غادي نضيفو، كلشي غادي نخلطو في مره واحده، يعني ما يحتاجش انني كل حاجه نديرها بوحدها. المهم كلشي طحنته كيجي على هذا الشكل هذا. هنا كناخذوا الكراميل اللي قطعته رقيق، وهنا كناخذوا القياس ديال الشرموله، وكناخذوا 3 المعالق كبار ديال الزبده وغادي نشحروا فوق البوطه. وهنا بالنسبه للقمرون والحوت الابيض دخلتهم غير الفران، درت لهم ورق ديال الفرن دخلتهم غير الفران حتى طابوا، فرتتهم بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للشعريه الصينيه بعد ما درت ليها الماء طيب ورطبت وصفيتها، عندك الساعه خديت شويه ديال الشرموله وخلطتها. هنا كلشي وجدته وكلشي ساليته. هنا غادي نجمع الورقه ديال البسطيله. بالنسبه للورقه كناخذوا غير شويه ديال الزيت والزبده خلطتهم مع بعضياتهم. بعد ما كندوبوا الزبده صافي كنجمع هاد البسطيله ديالتي بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهذا الفيديو صراحه كانت العراضه من عند الوالده، جمعتنا كاملين الله يسهل عليها الله يخلي علينا. جمعتنا كاملين فرحت بينا وقالت علاش اللي ما نجمعش ولادي كاملين ونديروا هكا اللمه كيف ما كيقولوا. صراحه كانت عائله الزوج ديالي وكانت العائله ديال مرت خويا، الحمد لله دوزنا احسن ليله. وكنشكر بزاف عمي صراحه اللي ما كيتخلاش علينا. بالنسبه للبسطيله عجبت عمي بزاف وكلشي شكرها. وكنفضل ان هاد الحوت هذا الطريقه اللي وريتكم هي اللي ديروا، لانها صراحه كتجي زوينه، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. وحتى فاش كتاكلوا الحوت يعني كيكون فتي وما كيكونش زعما قاصح ولا شي حاجه، كيكون فتي وزوين بزاف. وباقي ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات واخا يكونوا غير خفاف في رمضان ان شاء الله.
بالنسبه للورقه ديال البسطيله، قبل ما كنديرها في اللاطه حتى كندهنها بالزبده اللي مع الزيت، عاد ديك الساعه كنبقى نقادها فوق اللاطه. من بعد كنبقى ندهنوا الورق ديال البسطيله باش ملي كطيب ديك البسطيله كتجي مقرمله وكتجي طيبه من الداخل. وهنا صافي بعد ما ساليت غادي ناخذ كل حاجه غناخذ منها القياس. سمحوا لي لان ماشي انا اللي كنت كنصور، كانت الاخت ديالي كتصور، داكشي علاش ما كملش ليا الفيديو. وهنا غادي نجمع البسيطلات وغندخلهم للفرن. هنا بعد ما طابت بسطيله خرجتهم من الفران حتى تحمروا بهذا الشكل هذا. خديت شويه ديال القمرون زينتهم بهذا الشكل هذا، وخديت الفرomاج الاحمر، خديت قطعه من الحامض زينتهم هكا من الفوق. بالنسبه للتزيين كيبقى اختيار. وهنا كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.